اخت جوزي قروه بتتوحم عليه، قلت لازم اعمله لها. طبعا بعتت لي الرواق وبعتت لي اللحمه كمان وقالت لي لازم انت اللي تعمله لي. صينيه الرواق دي مميزه جدا يعني، وهقول لكم على طريقه سهله قوي قوي للرواق. كل سنه وانتم طيبين، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه على طول نزلت في صينيه على طول فيها معلقتين سمنه ومعلقتين كبار زيت كده مليانين، وهنبدا على طول كده نزلنا بعصاج اللحمه. الصينيه حسب ما انت عايزه تحط لها ربع كيلو لحمه، عايزه تحط لها نص كيلو لحمه مفرومه، حسب ما انت عايزه. هي بتتعمل بربع كيلو، بتتعمل بنص كيلو، يعني في ناس بتحب اللحمه تبقى زايده شويه فبتحط نص كيلو، لكن هي الصينيه معروف بتتعمل بربع كيلو لحمه. اول ما اللحمه على طول كده اتعصجت معايا، هننزل عليها على طول بصل كده ضربته في الكبه، يعني حوالي بصلايه كبيره على كل ربع كيلو لحمه مفرومه. بصلايه كبيره تضربيها في قلب الكبه او تخرطيها على ايديكي او تبشريها بالمبشره اللي انت عايزاه. وهنبدا على طول نقلب البصل مع عصاج اللحمه، وهتضيفي بقى التوابل طبعا معروفه، ملح، فلفل اسمر، بابريكا حمراء، وكمان 7 بهارات او بهارات اللحمه، ورشه جوز الطيب، رشه حبهان مطحون. وهقلب كله كويس قوي بالشكل دوت. حط لها بقى قرن فلفل كده حراق مع قرن فلفل كمان رومي كمان، الاتنين ضربتهم في الكبه كده يدوها طعم حلو جدا جدا. حابه تضيفي معلقه صلصه كبيره حطي، بتديها طعم برضو حلو قوي، او بتخلي اللحمه معاكي مسكره كده وجميله جدا جدا. ابدا بقى اقلب فيها، يعني عصاج اللحمه ده كله بيقعد له حوالي 12 دقيقه بالكتير قوي على نار متوسطه، ما تعليش النار عشان ما يتحرقش معاكي. كمان كان عندي فلفل الوان اهو اتخرجته من الفريزر شويه كده، رحت حطيت كمان شويه هم، وهدي تشويحه كل ما بحط مكون معايا ادي تشويحه على طول في قلب اللحمه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لك صينيه الرواق دي تحفه تحفه تحفه. طريقتها سهله وحلوه جدا جدا. خلاص في الاخر قلت التوابل اهيت اللي قلت لكم عليها حطيتها هي. هنشوح بقى على طول كده معايا عصاك خلاص كده داخل على سوا. بصوا بقى الجمال، بقى ملون كده وبقى حلو جدا، وكمان الاضافات اللي احنا بنديها للحمه دي بتزود لك الكميه كمان، البصل والحاجات اللي احنا حطيناها. معايا بقى صينيه كبيره على طول فيها شوربه كده، على طول شويه شوربه، كوبايتين شوربه. و وجايبه صينيه تانية حطيت لها معلقه سمنه كده في القعر، وبدات اللهم صل على النبي، طبعا الرواق اللي معايا دوت بس يعني بسقسقه كده بالشوربه من جميع النواحي، وببدا احطه في الصينيه. كل ما بحط رق طبعا بدهن سمنه، بحط رقاق وادهنه على وشها السمنه. بعد كده انا حطيت 3 من تحت، ممكن تحط 4، ممكن تحط 5 على حسب طبعا الصينيه غويطه معاكي قد ايه. كل ما تكون الصينيه غويطه معاكي بتاخد معاكي كميه رقاق اكتر. انا حطيت 3 من تحت، وحطيت عصاج اللحمه. ببدا برضو جبت رقاق اهوت بسقسقه بالشوربه من فوق ومن تحت كده، وابدا على طول. ولو كسر معاكي مفيش اي مشكله. كل رقاقه بحطها بدهنها على طول سمنه. بصراحه دي سمنه بلدي يعني بتديله طعم حلو جدا جدا. هحط كمان 3 كمان من فوق، يبقى 3 من تحت 3 من فوق. كل رق بيتحط له سمنه زي ما انتم شايفين كده. وكمان في الوسط حطينا العصاج بتاع اللحمه، ممكن تحط على عصاج اللحمه كمان جبنه موتزاريلا لو عندك، انا بصراحه ما كانش عندي. بيدي طعم حلو الجبنه للعصاج اللحمه. معايا بقى نص كوبايه شوربه، حطيت لها معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، هقلبهم كويس قوي. لازم تقلبيهم كويس قوي قوي. وهحط كده على وش الرواق بتاعي. شايفين بقى الجمال. خلاص كده دخلتها الفرن، بتاخد لون كده من جوانب ذهبي، وقدت عليها الشوايه حاجه بسيطه قوي، بتدخليها ورف الوصول على درجه حراره 180، وعلى طول بتستوي معاكي، بتاخد لون كده ذهبي تعرفي اللي هي خلاص استوت من تحت. وقدت عليها الشوايه خلاص. بقى المرحله دي بتاعه القلب كانت سخنه جدا جدا. تمام. بس بقى قلت اوريها لكم طبعا، وارجعها لها تاني ايه في الصينيه، بس ايه قلت اوريكم اللون الذهبي ده جميل ازاي. شايفين بقى لونها حلو، وخارجه معانا طبعا حلوه جدا. بصوا بقى الجمال، صينيه رقاق طعمها تحفه.
معموله بالسمنه البلدي، ما اقولكوش. لو عندك اي سمنه تانية اعمليها يعني، بس معروف طبعا الرقاق بتاع العيد دوت بيتعمل بالسمنه البلدي. حتى طريقه الرقاق ديت انا منزله لكم كمان على القناه بكيلو دي، عملتها لكم على البوتاجاز وكان طالع يعني تحفه. بصوا بقى الجمال، صينيه رقاق حلوه جدا وسريعه التحضير زي ما بقول لكم. اخت جوزي طبعا القروبه يعني هي اللي بعتت لي الحاجه وقالت لي لازم تقفي تعملي الصينيه ديت عشان بصراحه الطريقه دي بتبقى مميزه قوي وبتعجب الناس كلها، يعني كل اللي كان من الرقاق دوت عجبه جدا جدا جدا. شايفين بقى الجمال، حلوه جدا. كمان هي بتتوحم يعني في العيد على رق باللحمه يعني، فقلنا طبعا عشان نمنا يعني ايه ما يطلعش في وشه حته رقايه ولا بتاع، فعلى ايه نعملها لها كده على طول. شايفين بقى الجمال، لازم اقطع لكم حته بقى واوريها لكم. بس كانت سخنه جدا جدا، ما اقولكوش يعني. المفروض تسيبيها تهدى شويه وتبداي قطعيها سمبوكسات على طول. كمان انا قلبتها على غطا الحله عشان كنت مستعجله جدا. المفروض تتقلب تبقى يعني نقلبها على صينيه. بصوا بقى الطبقات والرقات، وبصوا بصوا الجمال، حلوه جدا وطعمها تحفه والريحه يعني ما اقولكوش. اشوفكم فيديو جديد وسلام عليكم.